مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال. مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، وينعاد عليكم بالصحة والعافية. اليوم راح نبدي بروتين اول يوم رمضان. راح نبدي بالسحور مثل ما شفتوا بالفيديو. قليت بوتيتا وطماطة وخيار وشاي والف الحمد لله والشكر. هسه بنات اليوم راح اسوي دجاجة محشية. عندي تتبيلة طاسة روبة، يعني تقريبا تطلع 3 خواشيق، 3 خواشيق خال همة، وبابريكا، البهارات هذا بابريكا وبهارات دجاج وبهارات قص دجاج وكركم، فلفل أسود وثوم مبروش برشته، وبرشت بصل وملح ولمندوز، وخلطتهن صار لي بهذا الشكل، وخليتها يوم كامل. هسه بنات انا ما راويتكم يعني شلون حشيت. طبخت تمن عادي بهارات وبصل، حمسته وحطيت عليه التمن بس ما خليته يتسكر، وحشيته بالدجاجة وسديته بعواد الأسنان. وهسه مسحتها شوي بالتتبيلة، وراح أخلي عليها ورق الزبدة وأدخلها للفرن. أخلي الفرن من جوا تستوي، بعدين أفتح الفوق. وبنات صار طعمها كلش طيب ما شاء الله، جربوها. بس أنا غلطت، أنا قصيت الدجاجة فتحتها يعني رأسة، انتوا لا تفتحونها من فوق، بس من جوا فتحوها، يعني نظفوها وغسلوها، وها هي خلص. هسه راح اطبخ التمن. عندي جزر وفلفل بارد وبصل ودارسيني، وراح اضيف عليه هيل، احمسهن حمسة كل زينة، واضيف عليهن مكعب ماجي، وهاي بهاراتهم بابريكا وفلفل اسود وبهارات دجاج وشوي كركم، وراح اضيف عليهن التمن. بنات هاي يعني هاي الحمسة تسوي التمن يجنن، تعطي طعم كلش طيب. احمسه حمسة زينة ويا البهارات، واضيف عليه ماي. واحجولنا بالتعليقات شلون رمضان وياكم، وانتو شلونكم ويا رمضان. وهسه بنات راح نسوي حشو. عندي هنا بصل وبوتيتا، ثرمتن سوح وغسلتن، حطيت عليهم ملح وبهارات، راح اضيفهن بتاوة واحدة بشوي زيت. انا دائما اعتمد هاي الطريقة، احسن ما اقلي كل شي لوحده، هيجي يستون ويصير طعمها كلش طيب. هسه بعد ما استون راح اطلعهن واضيف الجزر بمثل التاوة. بس ضفت شوي زيت لان الجزر يريد زيت يعني، فضفته راح اقليه. وعندي على صفحة الشعرية هم حمستها، وراح اضيف عليها ماي. وهنا أنا ضفت عليها فلفل بارد
الشعرية. أنا الفلفل البارد ما أريد أحمسه، بس شوي أذبله ويا الشعرية. وضفت البوتيتا والبصل والجزر، وراح أضيف بهارات حسب الرغبة. ضفت بهارات مشكلة، كركم وملح، وخلطته، وهذا وكمل الحشو عندي. هسه بنات راح أسوي وياكم اللبن والعصير. أنا اللبن لا أسوي بخلاطة ولا شي بنات، أخلي الروبة بالجك وأخلي عليه شوية ملح، وإذا عندي ليمون، بس اليوم ما متوفر عندي ليمون، حطيت لامندوزي مكان الليمون على مود يعطيني شوي حموضة. وراح أخلطه هيج خلطة زينة، بس أوخر التكتلات مالت الروبة، وأضيف عليه النعناع وثلج وماي. هاهي يعني لا أخلطه بخلاطة ولا شي، لأن هو يعني الروبة بس تخلطيها بالخاشوقة تروح التكتلات، ما تبقى أي كتلة. ضفت عليه ماي، وهذا هو. هسه راح نسوي عندي عصير نوم بصرة، ما سويت طبيعي، عندي هذا الجاهز. ضفت شوية، راح أضيف عليه ماي ثلج. هاهي وهسه بنات هاي دجاجتنا بعد ما استوت، شوفوها أنا فتحتها، وهاي التمة اللي ببطنها طعمه بنات فد شي يجنن. جربوها وشوف شكلها شلون صار. وهذا فطورنا لليوم بنات، وألف الحمد لله والشكر، وأسأل الله القبول، وأتمنى ما تنسوني باللايك والاشتراك. مع ألف سلامة.